في السلطة وفي المعارضة معا. في السلطة اللي هي النداء المألوف، وفي المعارضة اللي هي الجبهة الشعبية اللي هي أحد الأدوات التنفيذية للنداء. وليس ما نجموش نحكوا على تحالف ما بين الجبهة الشعبية وما بين النداء، مش ما يجيش تحالف ما بين الخدام والصانع. بالعرف الخدام والعرف. الحديث ما زال عندنا في الجعبة برشا. بالمفهوم هذا الاتحاد عام تونس الشغل في الثوره، وتو زايد يقول لي ناس وجدت في الثوره. بالحق كانت عنده مواقف راديكاليه، ولكن كانت مواقف راديكاليه مشبوهه تصب في خانه كمال الطيف، تصب في خانه كمال الطيف وتصب في الخطوط الفرنسيه للسلاح ضد القوى الامريكي. الحديث ما زال عندنا في الجعبه برشا. الاتحاد العام التونسي للشغل لعب دور رجال المطافي في الثوره، ولكن الحراك الثوري كان اقوى منه. بعد ركبوا لا النقطة دي جاوبنا عليها. جاه ربي نسأل سؤال. نحن مجموعة قليلة جدا وقع إيقافنا لو 10 جونفي بخطاب بن علي الثاني، ووقع الفراش علينا بخطاب محمد غنوشي 12 جونفي. 12 جونفي خرجنا محمد غنوشي بجوز قرارات: الافراج على كل المعتقلين السياسيين، واقاله عبد العزيز بن ضياء وعبد الله والصادق القربي ورفيق الحاج قاسم. السؤال اللي نسأله: توقف حمى عشيرة لودوز بعد ما انه بن علي خرج قرار بالافراج على كل المعتقلين السياسيين. شكون اللي وقف حمى؟ شكون اللي وقف حمى؟ وشنو الهدف؟ الحديث ما زال عندنا في الجعبة برشا. شنو هي غازي؟ شنو هي ذيك المخابرات اللي صار محمد؟ يعني المخابرات ربي نسعد الى هنا بدت قطع الجبهه الشعبيه واليسار برمته لعب دور مشبوه في الثوره لقطع طريق امام نجاح الثوره، ثم لعب دور مشبوه في القسمه واحد قسمه اثنين للتستر على السيستم اللي هو الباشا كمال الطيف وما داره، فهمت؟ لايصال الباشا وخلى بالملعب. الحديث ما زال عندنا في الجعبه برشا.